هذا الباسبور المغربي متفقين معايا؟ وعلاش بعض الناس ملي كياخذوا جنسيه اخرى بالخصوص الجنسيات الاوروبيه والجنسيات القاره الامريكيه وكتوليو كتحتقروا هذا الباسبور؟ علاش هذا الباسبور ماشي هو اللي داكم لتماك، هو اللي خلاكم اللي عندكم جوج جنسيات؟ ملي كتاخذوا جنسيه ثانيه كتوليو كتحتقروا هذا الباسبور او الجنسيه المغربيه. هذا راه مشكل بحد ذاته. حنا متفقين ان الباسبورات الاوروبيه او الامريكيه هما كيكونوا قويين وكيسهلوا السفر عبر العالم، ماشي هو كلشي. علاش ما كتعاودوش على الوحدانيه اللي كتعيشوا تماك؟ وعلاش كذلك ما كتعاودوش الناس الوليدات ديالكم شنو كيقريهم في المدارس؟ راه الكمال لله سبحانه وتعالى. المهم كيما الباسبور المغربي كيما باسبور اجنبي، شنو هي الغايه؟ هو ان الواحد كيحمل جوج جنسيات، كيولي عنده واحد الحريه في التعبير، ولكن ما خاصكمش تنساو الجنسيه ديالكم الاصليه. والسؤال ملي كتحتقروا الباسبور المغربي علاش ما كتخلاوش عليه؟ حيت كتعرفوا الا سقطتي الجنسيه المغربيه يولوا عندكم مشاكل اخرى مع هذوك الدول. تبقاوش تسوقوا للشباب، راه الشباب هنا في المغرب كيضيع، كتسوقوا ان هذوك الدول راه الجنه في الارض. المهم اي مكان عنده عيوب وعنده ايجابيات وعنده امتيازات، غير الواحد خاصو يعرف فين البلاصه اللي غادي يرتاح فيها، وهذوك الصعوبات او الضغوطات ديال الحياه كيفاش يتحملهم في دوك الدول. الانسان الا بغى يهضر على واحد الموضوع يهضر على الايجابيات وعلى السلبيات ديال كل مكان. ما كنعنيش الناس كلهم، كنعني بعض الفئه اللي كتولي كتفتخر بهذيك الجنسيه الجديده ديالها وكتولي كتحتقر الجنسيه الاصليه ديال الاصل. حتى المغرب راه فيه بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال الامور ما كنعرفوش بالقيمه ديالها، حتى كنمشيو للغربه كما كنقولوا. النعمه ديال الله حتى كتفقد عاد كتولي كتعرف القيمه ديالها. مع السلامه.